اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ جايه لكم بروتين جديد وفيديو جديد. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. طبعا مكملين مع بعض تنظيفات الشقه. ان شاء الله نخلصوها قبل رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا عملت معاكم اوضه النوم تنظيف عميق من كل حته، حتى الشبابيك وكله كنا نضفناه مع بعض يعني، وكل حاجه كانت نظيفه ومرايه في الاوضه. هنبدا بقى مع بعض اوضه الركن. زي ما انتم شايفين بدات اول حاجه فتحت البيبان والشبابيك عندي، وبعد كده طبعا كنست البرندة حلو ومسحتها عشان خاطر هطلع كل الحاجات دي بره في البرندة. وطبعا لازم تبدأي من بره الاول عشان خاطر لما تبدأي من جوه وتسيبي بره فتخشي من بره توسخي تاني جوه. فانت ابدأي من بره الاول وبعد كده خشي على جوه على طول. هنا خلاص بقى كنت مفتحه البيبان كده والشبابيك عشان خاطر الاضاءه، عشان التصوير يبقى حلو يعني، والاضاءه حلوه في التصوير. شلت المفرش دي بصراحه مش هغسلها ولا حاجه، لان كنت غسلاها قبلها بيومين وكنت فرشاها. ما كنتش اعرف يعني ان انا هعمل تنظيف او كده بدري كده يعني. فانا حبيت يعني اعمل لكم التنظيف بدري عشان خاطر برضو اللي يشجع منه ويقوم يشوف مصالحه وشغل بيت. بس لو انت عاديه يعني وقاعده في بيتك ما انتش فاتحه قناه وبتصوري او كده، انت تخليك اللي قبل رمضان مثلا باسبوع. مش لازم يعني انك تعملي على طول كده لسه بدري يعني. انت تخليكي مثلا قبل رمضان يعني ب3 ايام 4 ايام. يعني مثلا خلي يوم لغسيل السجاد ويومين مثلا لشقتك وكده، عشان خاطر تخش عليك رمضان وشقتك وبيتك نظيف. انا عملت بدري كده عشان خاطر التصوير، وبرضو ايدي في شقتها على طول هفضل امسح واكنس. وطبعا هننضفه برضو مع بعض تنظيفات العيد وكل حاجة مع بعض ان شاء الله. بصوا بقى الأوضة اللي أنا بخش فيه بكل حتة فيه بخليها نظيفة. يعني أنا دخلت أوضة النوم. أنا عملت في اليوم اللي أنا صورت لكم فيه دي أوضة النوم، كنت عاملة برضو الدولاب بتاع أوضة الأطفال، بس ما عملتش أي حاجة غير الدولاب. عملت الدولاب برضو ومسحته من فوق ونضفته وظبطته يعني من فوق، يعني خليت الدولاب من فوق لتحت نظيف. وزي ما قلت لكم برضو طلعت الهدوم الصيف لوحده والهدوم الشتوي برضو لوحده. وبعد كده خدت السجاد بتاع اوضه النوم واوضه الاطفال غسلته. ده كان في اليوم اللي فيه اوضه النوم اللي انا كنت مصوره لكم. بس ما حبيتش احط لكم اكتر من كده في الفيديو عشان ما يطولش ويبقى رخم يعني عليكم. طبعا كنست لميت الكنسة الاول عشان خاطر ما تخبلنيش يعني او كده وانا واقفه دايس عليها وكده. لميت الكنسة وطبعا هكنس تاني، وطلعت الستاير وشلت الحاجات اللي بتبقى فيها عشان احطها في الغسيل. هغسلها على طول وهنشرها برضو. انا هحطها دورة سريعة كده لان بصراحة كانوا نضاف عندي. هدوهم شطفة كده ونشرهم لحد ما ينشفوا خالص، وبعد كده هعبيهم في كيس وهشيلهم على طول للشتاء الجاي اللي نعيشنا يعني من غير شر. هبقى اطلع افرشهم على طول في الشتاء. طبعا احنا في الحر فما بنستحملوش ستاير ولا اي حاجه من دي. انا بشيل الستاير وبشيل السجاد وبشيل كل حاجه ملهاش اي لازمه في الشقه. بشيل اركنها عشان خاطر الحر، وانتوا عارفين بيبقى حر والواحد بيبقى عايز الدنيا على طول فايقه قدامه، ما بيبقاش فيه زحمه او كده. فانا بحب الشقه تكون هاديه كده، وبفرش الجيسه بتكون هاديه برضو. لان بصراحه شقتي منها للسطح على طول فبتدي حراره جامده في الشق. فانا بخليها كده على يعني لا ستاير ولا اي حاجه من دي. طبعا انا اول حاجه شلت بقى المفارش اللي كانت على الركنه، وبعد كده طلعت الشيلات بتاعه الركنه في الشمس كده، وطبعا ضيرتها مره يعني من تحت ومره من فوق. وبعد كده طبعا شدت الركنه. انا بشد ناحيه ناحيه عشان خاطر الاوضه ما بيطلعش منها من الركنه، ما بتطلعش بره. فانا بعمل اوضه اوضه كده زي ما انتوا شايفين.
نفضت بقى التراب الاول اللي كان على الشباك، لان بصراحه الشباك ده مقفول عنده طول الشتاء، فما كانش حد بيفتحه، فكان متبهدل مليان تراب وكده. فانا نزلت التراب كده من على الشباك الاول. طبعا انا لميت السجاد وهسيبه لما اخلص خالص الاوضه، وهاخده اغسله. وطبعا انا كان عندي كيسه بفرشها طول الصيف، طبعا بشيلها نظيفه وكل حاجه. فانا مسكتها طلعتها كده في الشمس عشان خاطر برضه الشمس، عشان افرشها على نظافه. هي نظيفه وكل حاجه، بس حبيت يعني اديها شويه تشميسه، لان طبعا كانت مركونه وكده. وشلت بقى الضلفه بتاعت الشباك دي من بره، مسكتها برضه غسلتها حلو ولسبتها لما نشفت خالص، وبعد كده ركبتها. طبعا كنست مرة تانية عشان التراب اللي نزل من الشباك وكل الحاجات اللي نزلت دي. كنست مرة تانية ومسكت برضه ومسحت برضه الحيطة والزاوية دي برضه مسحتها، عشان خاطر ارجع الركنة على نظافة. طبعا الركنة في ظهرها من ورا لازم تنفضها كده وتمسحها. بس هنا خلاص طبعا لازم تسيب الحاجة لما تنشف خالص، عشان ما تعملش معاكي كمكمة وروحي وحشة خالص. هنا خلاص رجعت بقى الركنة، هعمل برضو الناحية التانية نفس اللي عملته هنا. هرجع اشيل برضو، هلم الركنة كده اطلعها لقدام. طبعا مسحت الحتة اللي هي هطلع فيها الركنة من قدام زي ما انتوا شايفين نضيفة خالص، ومسحتها وسبتها برضو لما نشف. همسك برضو التراب كده ألمه، وبعد كده هجيب الفرشة كده وانفض الركنة من ورا. طبعا هي ما فيهاش حاجة ولا كده يعني، عشان ما يطلعش تراب ولا كده على الركنة بعد ما كنست ونفضت. هنا خلاص بقى كنت خلصت، وطبعا البتوع كان يشمسوا. وفرشت برضو الجياز ده عشان خاطر يطر معايا الأوضة، عشان الجو حر زي ما قلت لكم، شقتي منها للسطح، فبتبقى الدنيا حر جامد علينا. فانا بحب افرش الكيسه ده، عاملاها للصيف والسجاد للشتاء. انا هغسل السجاد بقى والفه كده لفه حلوه، واركنه خالص للشتاء ان شاء الله يعني من غير شر. بس هنا خلاص هحط كده كل حاجه مكانها، هرتب بقى كل حاجه مكانها. والفرش ده نضيف وكل حاجه عندي كنت غاسله برضو. ما كملش يعني اسبوع على الركنه، فحبيت افرشه برضو كان نضيف وكل حاجه، ما غسلتوش ولا حاجه. عايزه اقول لكم ان الغطا اللي على الركنه دي بيشيلك حاجات ياما، بخصوصا لو انت عندك اطفال. لو انت بقى ما عندكيش او كده وما عندكيش الامكانيه انك تشتريه، انت ممكن عندك ملايه ولا حاجه تقسمها نصين كده وتعمليها عند الخياطه، وتحطيها على الركنه بتاعتك، فهيشيلك حاجات ياما من عندك من على الركن. بس هنا خلاص هلمع بقى كل حاجه في الاوضه. طبعا انا لمحت الشبابيك كلها، وهلمع برضو المكتبة والشاشة، وهبرفن بقى الشقة، هرش لها كده شوية معطر. ودي الشكل النهائي يعني للأوضة. خلاص كده هاخد بقى السجاد وانزل اغسله تحت، بس بصراحة ما صورتش. حبيت انهي معاكم الفيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا منه لو 1%. بس هنا خلاص، والأوضة كده خلاص خلصت. وبرضو النجف برضو مسكت لمحته ولمحت المكتبة، وفوق المكتبة وكل حتة كانت نظيفة الحمد لله يعني في الأوضة. بس هنا وطبعا طلعت الكيسة ده عشان خاطر ده اشمسها شوية عشان لما اجي افرشها في الأول. وخلص فيديو النهاردة. يا رب كده الفيديو يكون شجعكم ونشطكم. يلا قومي بقى شجعي، والسلام.